وعلى المتصدر فريق الهلال في الرياض. إذا النصر الآن يدخل هذه المباراة بعد انطلاقة قوية في هذه البطولة بانتصارات 5 متتالية في لهذا الفريق، انطلاقة لا يوجد أفضل منه فيها في هذه البطولة إلا الاتفاق اللي عمل 7 انتصارات متتالية. قادم أيضا من منتخب تحت 20 سنة، المنتخب السعودي، أعني الحارس عبد الرحمن العتيبي. قلبي دفاع، تلعب الكرة، وصلت نصراوية هنا. حيدر عبد الكريم إلى دوري جوي للنخبة في الموسم القادم، بينما تأكد تأهل الفيصلي في المباراة. لا مهارة، جرموش، ركنة، تجهيز لؤي، ولكن الكرة يتم افتكاكها من الدفاع. نبارك له بالتأهل لكأس العالم، التأهل الحقيقة اللي أثر على كل العرب بطريقته، بالسيناريو الصعب بالتأخر بالتأكيد وآخر بطاقة. حيدر اللي بالمناسبة سجل في هذه المباراة على البطولة 3. صالح، برناوي أيضا موجود مع منتخب تحت 21 المنتخب السعودي. حيدر عبد الكريم يلعب لراكان، ضربة كانت في الجهة اليمنى للفريق الأول، وسلم كرة ولكن الكرة تفتك تعود لحيدر عبد الكريم. الآن يلعب عرضية، من يتابع وتدخل عليه من صالح برناوي، تعود الكرة، لعب مستمر الكرة عندي لاعب المنتخب السعودي حيدر. لا يلعب تمريرة، هنا فرصة، هنا فرصة إلى الهملان، لكن افتكاك الكرة، لعب مستمر، وصلت لحيدر، يسدد، هل يسدد؟ الآن يجد الزاوية، ممكن يسدد لون. أكثر من سجل في الملعب اللي هو عاصم محمد، يدخل إلى أرضية الملعب. محمد الزيد أو عبد الله الزيد الكابتن وكلهم كباتنة، لكن تابع الآن حيدر، هذه فرصة، الله، كاد أن يسجلها العرض الثاني من أجل الفوز. هذه كرة تأتي لحيدر، يسدد كرة، وأول محاولة حمزة سالم يلعب الكرة لحيدر عبد الكريم، انقضاض من مشعل داود. راكان الغامدي راح يلعب الركني، تمر من ريان الدوسري ليسجل النصر على الأربعة الكبار في البطولة. فعل هنا عبر توقيت انطلاقه، وهذا اللي هو عبد الله الزيد يتحرك الان، يفتك منه حيدر لكن صافره وخطا. هذا التدخل اللي كان فيه خطا. على فكره دائما اقول انه ممكن الدور الثمانيه تكون في دخول تقنيه الفار، لكن ننتظر النحوي اعتراضات، لكن ضابط الامور من حكم مباراه فيصل السعدون من جانب المبارك الدوسري. تعود لحيدر، افتكاك هنا صالح برناوي، تعود الكرة، ممكن يفرق على القادسية لو تأخر، ممكن يساعد النصر التعادل، لكن تأتي الآن يريد تأكيد تأكيد الفوز. الله 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 يا سفياني كرة ملعب إبعاد. تأتي الآن واصلة إلى راكان الغامدي. إذا عبد الرحمن السفياني سجل الهدف الرابع، هو وحيدر. في حيدر كذلك ممكن يخرج. جهد كبير قدم النصر مع بداية شوط المباراة الثاني. حيدر يكمل أم ماذا؟ إذا عندنا اللي هو يدخل نواف يحيى مكانه.